بكل صراحه الاهلي في الوقت اللي انا بكلمكم فيه، في اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي، هو افضل فريق في مصر. افضل فريق في مصر ليه؟ لان وانت مغمض كده من غير ما تتكلم، لو سالت اصغر مشجع كوره في مصر، اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي ايا كان، هيقول لك تشكيل الاهلي. الاهلي اقوى فرقه في مصر دلوقتي ليه؟ لان عندهم مدرب عامل شخصيه للفريق. اهم حاجه في شخصيه الفريق ايه؟ ان التشكيل بتاعك يكون معروف. يعني لو رحت يا عم ميدو، انا عايزك دلوقتي تعرفني احنا افضل فريق في مصر ولا بنفوز بالجن والسحر والشعوذه زي ما انت قلت؟ يعني انت هنا طالع لي في القناه المحور، قناه المصريه، وتقول الاهلي افضل فريق في مصر، ولو سالت اي حد او اي طفل صغير هيقول لك ال 11 لاعب بتوع الاهلي عكس بقيه الفرق. وطالع في القناه السعوديه تقول لي الاهلي بيفوز بالجن والسحر والشعوذه وامور بتحصل خارج الملعب واصابات وي وي وي. ايه يا عم في ايه؟ ما ترسى على حل، بلاش شغل الوشين ده. يعني احنا عارفين ان انت ما بتحبش النادي الاهلي. طب يا سيدي، ولا تجيب سيرتنا ولا نجيب سيرتك. انا مش عارف يعني انت ايه طالع بره تشتم فينا وجاي هنا تشكر فينا. ركز مع فريقك يا ميدو، وكفايه كده اللي انت عملته معاهم، وسيبك من النادي الاهلي ووجع الدماغ. ومحاولة ان انت تكسب رضا جماهير الاهلي دي هتبقى تقيله عليك شويه يا ميدو. صلى على النبي افضل الصلاه والسلام. في البدايه لو مش مشترك في القناه اشترك دلوقتي حالا عشان يوصلك كل جديد. الاهلي يفوز بثلاث اهداف مقابل لا شيء على انبي ويتاهل لنهائي كاس مصر. احرز اهداف اللقاء علي معلول الاول، والثاني موديست مهاجم النادي الاهلي الفرنسي الجديد اللي ربنا يستر ويبقى عند حسن ظننا. واقول لك ايه، ونتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي. امام عاشور اللي الجون بتاعه جنن الناس. طبعا جنن فريق انبي وجاي في وقت قاتل جدا، وجنن الفريق المنافس ما زال هذه اللحظه عمال يشتم امام عاشور. والاهلي يصل للمباراه النهائيه وفي انتظار الفائز من مباراه الزمالك او بيراميدز. ايا كان مين فيهم اللي هيوصل للنهائي، فاحنا دايما كنادي الاهلي بنحترم المنافس. بس عايز اسال سؤال، اشمعنى الاهلي وانبي يتلعب في التوقيت ده والزمالك وبيراميدز يتلعب يوم 8 11؟ يا ريت حد يطلع يجاوبنا على النقطه دي. تعال نسمع احمد سليمان المرشح لعضويه مجلس اداره نادي الزمالك بيقول ايه. لكن احمد يحيى عليه علامه استفهام، وانا بكلم معاه دلوقتي ولسه اشوف يعني. تمام. احمد يحيى الواد مؤمن زكريا النادي الاهلي. احمد يحيى كان وكيل كهرباء. احمد يحيى الواد مصطفى محمد بره. احمد يحيى مين تاني؟ امام عاشور. احمد يحيى وكيل فتوح. هو اللي يهم، بص يا انت كابتن حكيت. لا لا لا، انت احمد حكيت فتوح اللي يهم الجمهور يبقى موجود باحمد يحيى، من غير احمد يحيى احمد فتوح موجود. ما تقوليش فين؟ ازاي احمد يحيى موجود في نادي الزمالك. احمد ازاي؟ فتوح ايه؟ احمد سليمان طالع بيقول لك احمد يحيى كان وكيل مؤمن زكريا وراح الاهلي. احمد يحيى كان وكيل كهربا وراح الاهلي. احمد يحيى كان وكيل امام عاشور وراح الاهلي. واحمد يحيى برضه وكيل فتوح. بقول له انت هتجدد لفتوح؟ قال له اه ان شاء الله هنجدد لفتوح. لا بصراحه شابوه. ايه الثقه اللي انت بتقولها دي بعد الكلام الجميل اللي انت قلته ده؟ بكلامك ده مبروك احمد فتوح على النادي الاهلي بالوكيل اللي انت بتقول بيدي اللعيبه للنادي الاهلي. تعال نسمع بقى نبيل عماد دونجا بيقول ايه. بس الناس عملوها عشان انت لابس 8 وعملت شعرك فربطوها انت وامام عاشور. قصة ايه؟ الرقم يعني؟ 8 وبتاع وامام عاشور والرقم انا وكده. لبست انا لبست 8 عشان خاطر طارق حامد كان لابس 8، ما لبستش 8 عشان خاطر امام عاشور خالص. لا نبيل عماد دونجا بيقول لك انا لبست 8 عشان بحب طارق حامد مش عشان امام عاشور. انا لبست 8 عشان ده رقم طارق حامد. يذكر يا كابتن دونجا انت اللي عايز تكسب اي جماهير انت، او بتضحك على فئة معينة اللي هي مش فاهمة الكورة، ان طارق حامد كان لابس 3 والتيشيرت بتاعه هو قدامك. انت جبت 8 دي منين اللي هو كان لابسها طارق حامد؟ انا مش عارف. هل انت كنت بتتفرج على فرقة تانية؟ يعني هو في فريق تاني في طارق حامد غير الزمالك مثلا؟ مفيش، اللي هو طارق حامد واحد بس. بطل صياح يا دونجا، لانك لعبتك اتكشفت وانت كل حاجه امام عاشور بيعملها انت بتقلده، سواء الرقم او قصه شعره. تقول لي بقى طارق حامد، انت مش عارف طارق حامد لابس كام. صباح الفل عليك يا دونجا. احمد سليمان المرشح لعضويه مجلس اداره نادي الزمالك طلع في تصريح كده، واللي قاله اسلام صادق على صفحته الشخصيه على فيسبوك، بيقول لا مكان لعودة إمام عاشور مرة أخرى لنادي الزمالك. إمام عاشور بتاعنا هيروح عندكم يعمل إيه يا ابني؟ يا ابني ما إحنا عارفين يا ابني إن هو مش هيروح عندكم تاني، هو اللاعب عارف ذات نفسه. أنت طالع بتقول إيه يا عم أحمد يا سليمان؟ أنت شافه بيعيط عشان يروح لكم؟ أنت ما شفتش الهدف اللي جابه؟ طب ما شفتش احتفاله مع الجماهير؟
كل ده يثبت جنانكم وشياطكم بسبب امام عاشور. تعال نسمع بقى، ناخد فاصل كده من الاعلام الزملكاوي شويه ونرجع، بس هنرجع له. تخش بقى على كابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الاهلي. وقربها يمكن كولر كلنا بنقول عليه ناجح وما شاء الله وكلنا بندعمه، وهو فعلا مدرب كويس جدا. كان قبل سنتين قاعد في البيت. أيوة. يعني كان قاعد سنتين، جه كسب 4 بطولات او 5 بطولات هو مع نعم. فهو النادي الاهلي اي واحد يتمنى يشتغل فيه. لكن انا ساعتها هو الاحداث اللي حصلت وكان المهندس محمود طاهر طبعا ليه كل الاحترام والتقدير، وهو كان عنده برنامج انتخابي او كان عنده وعود ان هو يجيب مدير فني اجنبي فاحنا حتى احنا اياميها كان وجاب عليك اجنبي ولا لا جاب كابتن فتحي مؤقت وبعد كده جه جريده. كولر لما قعد سنتين في البيت طلع الراجل في اكتر من مره وقال ان هو كان عنده اصابه تمنعه من خوض اي تدريبات او خوض تدريب اي فريق، فخد سنتين راحه لغايه ما يخلص ظروفه ويبقى تمام وجاهز ويبدا مهمته الجديده. هو ده اللي قاله كولر. انا مش عارف لازمتها ايه ان هو منظومه الاهلي، انا معاك يا سيدي، احنا منظومتنا بتنجح اي مدرب، بس برضه ما ننساش ان احنا في مدربين كتير جت في مصر وجت داخل النادي الاهلي تحديدا وفشلت. لو عايز نعدلك الاسماء كتير بس خليها مش دلوقتي. اما بقى بالنسبه لمحمود طاهر اللي انت بتهاجمه وبتقول ان هو كان بيقول ان هو يجيب مدير فني اجنبي، ما هو طبعا كان لازم يجيب مدير فني اجنبي. انت ايه، انت بتطلع العيب في رئيس النادي السابق؟ لا، العيب كان فيك انت. عارف ليه؟ لان ساعتها انت زعلت من محمود طاهر ان هو جدد لعماد متعب، وانت ساعتها طلعت قلت انا مش عارف ازاي يجددوا اللاعب بدون علم الجهاز الفني. ده اللي انت قلته بالنص. وبعديها كان الاهلي بتذبذب في المستوى. يا راجل ده الداخليه كان بياكلنا رايح جاي، مش عارف مين كان بياكلنا رايح جاي، سموحه كسبنا 3. انت فاكر كان نظام الدوري مجموعتين. فمحمود طاهر خد قرار باقالتك وتعيين فتحي مبروك يكمل المهمه. من انا اصغر اصغر مدرب فاز ببطوله افريقيا اصغر مدرب في تاريخ النادي الاهلي في تاريخ النادي الاهلي. كنت كام سنه ساعتها؟ 42 سنه 42 سنه 42 وكسور. واداره يعني. الاهلي كانت برئاسه كابتن حسن حمدي في هذا التوقيت. مظبوط. حتى ثقتها كامله فيك، فزت ببطوله افريقيا، فزت بالسوبر الافريقي رغم ما كانش عندنا دوري. كنت بتلعب بدون جمهور، كنا بنلعب في الجونه على اعتقد. كان اصغر مدير فني داخل النادي الاهلي، خدت بطوله دوري ابطال افريقيا. طب اما كبرت يا كابتن عملت ايه؟ ولا الهوا، كل ما بتمسك فريق بيمشوه. تعالى بقى كده افكرك بحاجه، يا ريت ترجع معايا كده للذاكره ونفتكر شويه. قدام حضرتك الصوره اهي، ده النهائي اللي لعبه كابتن محمد يوسف قدام اورلاندو بايرتس. التشكيل ده اللي لو جبت بطه في الملعب هتاخد دوري ابطال افريقيا مرتاح باللي انت بتتكلم فيه ده. انت متخيل السكواد بتاعك كان مين؟ طالع تقول لي انا اصغر مدير فني؟ اقعد ساكت كابتن محمد وبطل تعلق شماعه فشلك على خيرك. تعالى بقى ناخد تصريح لكابتن حسين لبيب بيقول انا قادر ان اضم اي لاعب من الاهلي ولا اخشى رد فعل جماهيرهم، ولكننا لا نريد ذلك لاننا مش عايزين اي لاعب منهم، لان فريقنا قوي، والدليل الوصول لمجموعات الوصول للمجموعات الكونفدراليه. ده انا غلطت وافتكرت دوري ابطال افريقيا. والله انت متخيل ان انت فرحان بالسكواد بتاعك انه وصل لمجموعات الكونفدراليه؟ هو ده الانجاز واللي يثبت لك ان فريقك قوي يا راجل. ده انا كاهلاوي متعود ان النادي الاهلي على طول يلعب في دور المجموعات. دور المجموعات ايه؟ من دور ال8 في دوري ابطال افريقيا، مش الكونفدراليه، وابقى فرحان انه وصل مجموعات. يعني انا بقول لك انا وانا مغمض متعود ان الاهلي يلعب في دور ال8. كلنا نسمع بقى الراجل ده عبد الله او ابراهيم عبد الله بيقول ايه، عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق، وارجع لي تاني. هل الزمالك بيدفع لسه ثمن الانسحاب من بطوله السوبر او الاعتذار عن المشاركه فيها بدليل مثلا عدم ضاع مننا بطوله مضمونه، اقدر اقول كده، ومبالغ ماديه على فكره او ماليه يعني على فكره؟ لا، الاهم في نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك الاهم عندها البطوله اكيد، فضاع مننا بطوله مضمونه. بس انا بتكلم على الفلوس دلوقتي برضو بسبب الوضع المالي الحالي داخل النادي. فانت مثلا كان في مبلغ سواء كسبت البطوله او خسرت بيتفاوت المبلغ ما بين المركز الاول والثاني، بس في مبلغ داخل. الاهم البطوله اللي جايه فيها مبالغ جيده، الاهم البطوله. فانا من وجهه نظري ان هذا القرار السيء ضيع على نادي الزمالك لقب مهم كان في حوزه ايديه. بس ضاع طبعا الزمالك لقب مهم كان في حوزه ايديه. طبعا السوبر كان
مضمون، لان مع كامل احترام النادي الاهلي في الوقت ده كانت الزمالك الاقرب للفوز. ليه بقى؟ لان احنا كنا حاصرين بطوله الدوري. الدافع فاللعيبه كان كبير. الدافع اهم. الدافع للمكسب كان عند اللعيبه اهم. ان سوبر ايه يا ابني اللي مضمون يا ابني؟ يا ابني انت بتقول كنا خسرانين الدوري وعندنا حافز ونكسب. لا احنا كنا هنكسب الاهلي. تكسب الاهلي فين يا حبيبي؟ سوبر ايه يا حبيبي؟ يا حبيبي انت خفت يا حبيبي تروح تلعب الاهلي لا تطلع بفضيحه وعشان كده انسحبته. يا حبيبي انت لعبتني بعد ما جيت من السوبر لبستك 4-1 وتقول لي كنا هنكسب الاهلي في السوبر. انت بتكلم مين؟ انت عارف طب انهي سوبر؟ السوبر المصري اللي هو بطل الدوري بيلعب بطل الكاس. اللي هو انت متخيل؟ طب انت عارف ان الزمالك ما راحش ليه؟ يعني هو عمل حجه عشان كهربا، بس هو الموضوع مش كهربا، هو خاف يطلع بفضيحه، ولان فعلا هو كان هيطلع بفضيحه. تيجي انت تقول لي كان الفوز مضمون؟ اقول لك على حاجه، يا ريت تمسك انت في مجلس اداره نادي الزمالك وتخلينا نلعب الزمالك الايام دي والنبي تبقى عملت فينا واجب. يعني ان شاء الله يا ريت الاول نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا اللي القرعه بتاعتها هتقام يوم الجمعه القادم ان شاء الله. يا ريت بقى ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله.